الحته التحكيميه بس ايه، اولا انا في حاجات كتير ضحكتني امبارح. ضحكتني قوي، كان في لايفات كده الناس طالعه اما الزمالك جاب جول فهم فرحوا، وبعد كده كان في اللايفات يعني فرحوا، وبعد كده شافوا الجون اللي جه فيهم فبعد كده زعلوا يعني، والناس كانت قايمه بتحضر الشعار ومش عارف ايه، بعدين الجون اتلغى والناس ابتدت تقول لك ايه والتحكيم والتحكيم الافريقي. معلش يا جماعه والله انا اول مره الموسم ده اسمع حته التحكيم دي صوتها عالي قوي كده. في ناس من الزمالكاويه مقتنعين، حتى لعيبه الزمالك بتقول لك ضربات الجزاء فيها جدل وبتاع، ان هم حتى ما بيقطعوش الشك، يقول لك لا دي ما فيهاش حاجه، وانا متاكد ما فيهاش حاجه. حتى الونش قال كده ان ضربات الجزاء فيها شك، بس مش هطلع اقول لك دي ضربه جزاء صحيحه يعني. فاللعيبه نفسها عندها نفس الاحاسيس دي. بس القصه يا جماعه يعني انا اول مره الموسم ده اشوف الزمالك بصراحه بيتكلم على التحكيم، لدرجه ان في صحفيين زملكاويه ابتدوا يطلعوا يقولوا هو انتوا يا جماعه بتقولوا ايه، انتوا عايزين تجيبوا لنا اخر ماتش حكام اجانب؟ لا عايزين حكام مصريين. في ناس كتير جدا صحفيين معروفين وكبار يعني. والزمالك اول مره السنه دي يشتكي من التحكيم، والحكم اللي مش فاكر اسمه ايه الموريتاني اشتكى منه ان هو اللي خسر. يعني يا معلش يا جماعه، يعني ما احنا طول الموسم الدنيا ماشيه بيس، فما حدش مين هيكون عايز يخسر الزمالك في افريقيا؟ انت فاهمني؟ في حاجات. وبعدين يعني مثلا هجامل الاتحاد العاصمه، ما كانت المفروض اجامله اصلا في ضربه الجزاء اللي قبليها يعني. برضه ده المنطق الاولا ان انا اتكلم في التحكيم السنه دي كزملكاويه، موضوع بالنسبه لي غريب جدا. ما شفتوش على الاقل الموسم ده، ما شفتش شكوى واحده من الزمالك اللي طول عمره بيشتكي من التحكيم بقاله سنه ولا سنتين، وبيجي عليه مثلا 21 22 برضه في سنين كده الزمالك تحسه السنين دي بصفه، معرفش ليه السنين دي بصفه خاصه ما بيشتكيش من التحكيم خالص خالص، ولا بيان ودعم وحكامه مع بيراميدز مصريين والكلام ده. فما نجيش نتكلم على التحكيم لما يحصل حاجه كده والماتش فعلا لو انا شايف ان في حاجه والله هطلع اقولها يعني.